ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لاول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل القشطوطه، وزي ما بنشتريها من اكبر المحلات بالظبط. وهنعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي 6 قطع من القشطوطه بحق قطعه واحده بس، والقطعه حجمها حجم عائلي، ما هياش زي اللي بنشتريها من المحلات. ارتفاعها عالي جدا والمقاس بتاعها اكبر من اللي بنشتريها. عندنا المقادير بتاعتنا: نص كيلو من دقيق الاسبونج يكون فانيليا، وعندنا 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعندنا نص كوب من الماء البارد يكون خارج من التلاجة. هنضربهم كده بمضرب كهرباء او بعجان لمدة 10 دقايق. زي ما انتوا شايفين حجم الاسبونج ارتفع معايا وتضاعف معايا حجمه وبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ اجيب صينية قارب مستطيلة، اكبر صينية في الصواني بتاعتك، المقاس الكبير او صاج مقاس 30 في 40. هحط كده فيه ورقة زبدة وهبدأ انزل بخليط الاسبونج بتاعي اللي انا ضربته. وطبعا انا مشغلة الفرن قبل ما ابدأ في الاسبونج بتاعي على حرارة 180. هساوي الصينية كويس، وبعد ما هساوي الصينية هبدأ اللي انا اخبطها كده كام خبطة وادخلها الفرن على حرارة 180، بتقعد من 25 دقيقة ل30 دقيقة. طبعا أنا هنا اختبرتها بالخلة كانت استوت معايا، وبدأت بعد ما خرجت من الفرن أغطيها بفوطة بس واسيبها مش أقل من 10 ساعات علشان أبدأ اللي أنا أشتغل فيها. ممكن أعملها من بالليل وتاني يوم الصبح أبدأ اللي أنا أشتغل فيها. بعد كده هبدأ أحضر الكريمة بتاعتي، عبارة عن نص كوب من الحليب المثلج أو اللبن المثلج، معلقة كبيرة من السكر هضربهم مع بعض، وبعد كده هنزل بكوب من الكريم الشانتيه الخام. هفضل أضرب لحد ما القوام يتقل معايا كده، وبعد كده هزود 3 معالق كبيرة من القشطة، تكون بتاعة وش لبن أو تكون القشطة المعلبة، علشان تديها طعم دسم زي المحلات بالظبط. بدأت كده أقشر الكيك بإيدي كده، الطبقة اللي على الوش دي بتتقشر بكل سهولة بإيدي كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ كده من الجناب بالسكينة واشيل الحرف كده بتاع الاسبونج بتاعي، وهبدأ كده الظهر برضو أعمله بالسكينة، بتشال معايا الطبقة بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بعد كده أجيب مسطرة أو سكينة أو معلقة خشب زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أقسم الكيك لنصين، وهبدأ بعد كده أقسم الطبقات علشان أعمل كله قد بعضه. شايفين حجم القطعة أكبر من اللي بنشتريها بكتير، الحجم بتاعها قد القطعة اللي بنشتريها مرتين. شايفين أنا بوريكم بحطها في طبق فل، ما قضيتش إن هي تتحط في الطبق. المقاس بتاعها حجم عائلي. وهنا بدأت اللي أنا أسقيها بالحليب، 3 كوب من اللبن عليهم معلقتين كبيرة من اللبن البط ومعلقتين كبيرة من القشطة، علشان تكون معايا نفس الطعم بالظبط اللي احنا بنشتريه من محلات باللبن. شايفين بعد ما سقيتها بالحليب هبدأ اللي انا احط الكريمة وابدأ اساوي كويس الوش بتاعها علشان ابدأ اللي انا فنشها. هبدأ بعد كده اشيل قطعة من القشطوطة من الصينية أو قطعتين علشان أبدأ اللي أنا أفنش القطع معاكم. ببدأ أساوي كده الكريمة من الجناب زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أجيب كريمة كده في كيس حلواني وأبدأ أعمل خطوط كده زي ما انتوا شايفين، سهلة وبسيطة وزي ما بنشتريها بالظبط من أكبر المحلات باللبن. هنا بدأت أفنش أول
قطعة بالموز زي ما انتوا شايفين ارتفاع القشطوطة والحجم بتاعها اكبر من اللي بنشتريها. القطعة اللي انا عاملاها دي قد قطعتين من اللي احنا بنشتريها. وبدأت بعد كده بعد ما حطيت عليها الموز احط عليها صوص كراميل كده، وهنا حطيت دي برضو عليها مانجا، وهبدأ برضو احط صوص كراميل عليها برضو على وشها. والصينية برضو كده هبدأ اللي انا احدد القطع علشان لما اجي اقطع واجي افنش كل قطعة اعرف اللي انا بعمل القطعة انهين. زي ما انت شايفة كده بدأت اللي انا اعمل القطعة دي بالنوتيلا وفنشتها ببندق، والقطعة دي بدأت اللي انا فنشها ببندق مجروش كده، والقطعة دي عملت ليها تمويج كده برضو بالكريمة، وحطيت عليها صوص الكراميل وكام قطعة كده من عين الجمل علشان تكون معايا زي الجاهزة بالظبط. واخر قطعة سبتها سادة كده وحطيت عليها صوص كراميل على نوتيلا كده، عملت تمويج وبدأت كده احط عليها قطع صغيرة من عين الجمل. واللي بالبندق المجروش هبدأ احط عليها كريز، هبدأ اخد القطعة اقسمها نصين واحط عليها كده كريز. شايفين ما شاء الله شكل القشطوطة، شايفين حجم الطبق ما شاء الله، شايفين ما شاء الله دايبة معايا واحلى من الجاهزة بكتير. ما تنسوش تعملوا مشاركة للفيديو ولايك للفيديو وتدعموني وتشجعوني.